ومعاملات باحترام. ياسمينة خضراء، كاملين كتعرفوا جزائري من أصول فرنسية. متسابق آخر. الموضوع نتاع اليوم، الكيان الصوصي للمرة الثانية على التوالي. في المرة الأولى الناطق الرسمي بلسان نتنياهو يصف الشعب المروكي بقردة البابون. ما تجرأش الإعلام المخزني ريبوندي عليه، وما تجرأش ولا واحد من الفروخة. شكرا الجزائري، تحياتنا. ما تجرأش ولا واحد من الفروخة اللي لاعبينها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يريبوندي عليه، ما كانش. المرة الثانية حكيم زياش اللي تعرض للتهديد من طرف الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، تلقى حملة دعم من طرف الشعب الجزائري، في حين القرد البابوني ولا فرخ قدر يحل فمه. والأسبوع هذا قناة رسمية للكيان الأزرق تنشر صورة اللاعب صابيري وتعلق عليها بالعبرية: نظرة كلبي إلي عندما لا أصطحبه معي في نزهة. اليوم اللايف خاوة لا للفتنة، والكيان الأزرق هو اللي راه يدير بيناتنا الفتنة. احنا مسلمين الشكامين الخواويست، ريبونديو على الكيان في المروك. نتحداكم تريبونديو على الكيان. ديزادكير، تحياتنا. رؤوف، شكرا. والبت اليوم اللايف تاع اليوم راني دايره صداقه على جداتي الله يرحمها. اللايف تاع اليوم راني دايره صداقه على جداتي الله يرحمها. اذا كاين مروكي يطلع انا وياه نسبو الكيان. شكرا الزعماء. اذا كاين الحكام يطبعوا، الشعوب يخلصوا الضريبه. انا نحترم الشعب المصري. انت اللي كنت تقول لي كاين بزاف دول عربيه مطبعه، علاش ما تكلموش عليها؟ ياك مصر مطبعه؟ شوف لقطه اليوم اللي راها تراند عندك. هذا مدرب بزق على الجمهور تاع الارجنتين، رفدوا له الرايه تاع الكيان الصهيوني فيه وجا بزق عليهم، ورفدوا الدرابون تاع فلسطين. علاش نحترمهم؟ هذا كيقول لك حنا شعوب خاطينا، حنا مسلمين وحنا خوت. هذا تجي عليه. هذا مدرب. يعني هنا تشوف باللي المسؤول مطبع، بصح الشعب مازال العقيده نتاعه سليمه. الشعب المصري ما يرضاش باش يوصفوه بقردة البابون، ما يرضاش باش يوصفوا له واحد من اللاعبين يوصفوه بالكلب. كنتو تقولوا لنا نتوما راكو ديروا الفتنه. خاوه اعطيه العصير. شكرا ديب، تحياتنا خوت. خاوه خوتي، لا للفتنه. الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. متضامن مع سراق السرابت صابيري. هاو انا نقول له غير سراق السرابت ما يعجبكش الحال. احنا كنا نقولوا له غير سراق السرابت، هذا هو اللي كيخون السرابت خوتي. احنا غير جوارينكم وكنا نقول لكم سراق السرابت ما كاش يعجبك الحال. الكيان الصوصي هو وصفه بالكلب. مشي كنتو تقولوا لنا تحيا اسرائيل خاوتنا. قال لك علاه خفت منك. راني خايف غير روح دبر لايف واحد اخر. لايف فيه قريب 3000 متابع، نطلعك انت تعقن عليا. خضرة كلثوم ونعيمه بنت حدهم وسوريا بنت مانيش عارف بنت الطاوس. الموضوع راه باين. كيما كيطلع عند اسعد الشرعي تحترم اللايف تاعه. انت ما راكش جزائري. يطلع جزائري هنا يقول لي لربما عندي مشكل باغي نتكلم، عنده الحق في اللايف. بصح انت مروكي، انت تنصاع للاوامر. ما فهمتش انا. دخلت اللايف ما عجبكش الموضوع تربح. راني داير لك لايف باش نسخره ليك. طلعت تناقش في الموضوع، مرحبا بك. خفت منك تربح. نعاودها لك، دير لها ريكورد. كي يسميوه
ندير لك ديديكاس، دير لها ريكورد، دير لها ريكورد ونشرها، بالك يكرمك المخزن. مروكي يطلع نديرو اليد في اليد، خاوة نسبو الكيان الصهيوني اللي في كل مرة راه يتجرأ على خوتنا المغاربة الأحرار، المملكة ديال 12 قرن والإمبراطورية ديال السلاطين، المغاربة الشرفاء ولبؤات الأطلس. هذه المرة الثالثة على التوالي. حقرة راك حاسب ما عندهم جوارينهم؟ كيش راه تبان لكم؟ الكيان الصهيوني هذا سكتنا لها حسب صايي بيناتنا فتنة بصح مسلمين، خاوة اطلع. هامك شفت انا تعرف علاش درت هذا الموضوع؟ شفت هذوك المهابل اللي كنتو ديروا لهم اعاده نشر كيكونوا يسبوا في الجزائر، بوغطات كيكون يسب في الجزائر ويقطع في الضراب وتكبس له ودير له اعاده نشر، بصح كي جات في هذه اللقطه ولا يدير كلمه ما حصلها في الجزائر، قال لك الجزائر نشروها، قال لك الجزائر نشرتها وحنايا قال لك قال لك قناه مسكينه في لي كومونتير وما كانش، حرام لا في لي كومونتير وما كانش. يا وين راكم 2800 عاود تلعبوها لي متخبيين، ماناش نلعبو غمايضه. الراجل فيكم ما كاش نص راجل في المروخ، شهدوا عليا خوتي 2800. غادي ندير بروموسيون اليوم، بروموسيون اليوم ما كايناش العياشه. اطلع معايا 3 دقائق نسبوا فيها الكيان الصهيوني اللي تهجم عليكم في كل مره، و2 دقائق من عندي انا ندير الميوت ونخليك تسبني في اللايف تاعي. بصح تبدا بالكيان الصهيوني ما تبداش بيا. مشي تبدا بيا، لا. اذا كاين نص مروكي راجل، نص خاوة اليوم راني داير لكم بروموسيون، تطلعوا نديروا اليد في اليد، ريبونديو على الكيان الازرق، الكيان الصهيوني، و2 دقائق نعطيها لك بروموسيون. ارحي ما يباتش. محمد زياد خوتنا غادي نطلع تخرج جزائري، اقسم بالله ما نسمع بك، خاطرش راكو تخسروا لنا اللايفات، راني في كل مره نعاودها، كل ما نبغي نبولي على المروكي تجي انت تسلكه. هذيك تاع نطلع وحشيتها لك بوسماحه وغير بغيت نطلع وصايي، راه عندنا موضوع ما تسلكش العياشي، خلينا نبولو عليه. ابن المغرب قيست، شوف كي تطلع غير ما تبقاش تعقن عليا، ما تبقاش عليا اكس ليبان و 1419، الموضوع راه باين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اش اخبارك يا ابو سماح؟ لا باس يعني والله الحمد لله. الحمد لله. شنو الموضوع اخويا؟ الموضوع الكيان الصهيوني للمرة الثالثة يقوم بالتهجم على الشعب المروكي. في المرة الأولى وصفهم بقردة البابون على لسان الناطق الرسمي بلسان نتنياهو، وفي المرة الثانية تهديد اللاعب زياش اللي تلقى حملة تضامنية من طرف الجزائريين وما كانش ولا مروكي يتكلم عليه، والمرة الثالثة اللاعب صابيري ولا سيباري ولا مش عارف كيسميوه، سيباري حطوا الصورة نتاعه وكتبوا فوقها باللغة العبرية نظرة كلبي إلي عندما لا أخرجه في نزهة. عرفتي شنو هو السبب اخو؟ والله ما راني نحوس على السبب، راني نحوس على ردة الفعل، بما انه اي حاجة تصدر منا احنا الجزائريين نشوفوا ضجة اعلامية كبيرة. على سبيل المثال اللقطة تاع الدرابو اللي قال لك مواطن جزائري دنسه في فرنسا، شفنا تحركت القنصلية الامباساد ومانيش عارف والاعلام، وانا بعايط بلا ما نحكي لك، راك عارف المونوبول كش راه يدور.
الموضوع راه واضح اخي. عرفتي علاش؟ مانيش عرفتي علاش؟ انني حيت عارف انت هو علاش، اللقح مانيش باقي حوست ما عارف لقيتيش علاش. باك شكون هو. حوس على على بالي. حوس على باك شكون هو اللقح با هي الكرغولي. والله لا راني متمني دير الكوراج، هادي راني مدها لك بروموسيون بصح سب الكيان الصهيوني. هاد المنشور مشي انا نشرته، امشي انا نشرته، قناة رسمية تابعة للكيان الازرق كما تسميه انت اسرائيل، الحليف ديالك اللي مضيتو معاهم اتفاقية الدفاع المشترك. غير تقلقت على رزقك، راني داير لكم بروموسيون، انا ندير الميوت وتسبني 2 دقايق. مروكي نص راجل، اذا كاين غير نص راجل يطلع معنا. رانا دايرين اليوم اللايف هذا راني دايره صداقه على جداتي الله يرحمها، خاوه نديروا اليد في اليد ونسبوا الكيان الصهيوني. اذا كاين نص مروكي شجاع مجمعة كنتحداك. ها هو رامي الشباب، انا عندي امل كبير في الشباب. رامي 2000%، رامي عندي امل كبير في الشباب. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش ابو سماحه عسى الله. 3 مرات وانا نهضر اخي باش ما نوصلوش للقطة هذه. اذا كاين نص مروكي راجل ما كانش، وراني داير لكم بروموسيون، نعاود لكم البروموسيون. تطلع 3 دقايق نديروا اليد في اليد انا وياك، خاوه نسبوا الكيان الازرق اللي راه في كل مره يتهجم على المروك، وفي كل مره يدلكم. وعندك 2 دقايق ندير الميوت وسبني، 3 دقايق للكيان الازرق ونعاونك فيه هنايا، و2 دقايق ليا. بروموسيون اليوم. عياشي محمد راني هنا دابا، طلعني اطلع. ماروك بلادي دير لاشان اليوم ان شاء الله تمدوا صوره مليحه على المروك، تبريو نفوسكم. العياشي عاود كتب تعليق، عاود. هادو جماعة السطاح، الا كي يطيح انا ماذا بيا يطيح. 3400 راه تفرج. ياك شحال من مره يقول لك علاش تتكلموا غير على المروك مطبعه وما تتكلموش على الدول الاخرى. انا اليوم شفت مصر دوله مطبعه بصح الشعب المصري العقيده نتاعه سليمه. ما شفتش انا الكيان الازرق في كل يسب الشعب المصري. وشفت الموقف تاع المدرب المصري اليوم اللي بزق تفل على المناصرين تاع الارجنتين كي رفدوا له الاعلام تاع نص مروكي. ما كانش نص مروكي راجل شويه شجاعه. الشباب تاع المروك هذا ولد بلادكم سبوه. ياك غير المسؤولين تاعكم مطبعين، غير الملك انت خاطيك انت مسلم. خاوه طلعوا نديروا اليد في اليد. وراني مسخر لكم اللايف اليوم، راه ما شاء الله نتعاونوا نريبونديو على الكيان الازرق. الضربه الاولى قالوا لكم قرادة البابون، ضربنا النح. توعدوا اللاعب زياش وهدوه، ضربنا النح. وعاود دروك قال لك الكلب، ولاو ينشروا حتى تصاويركم وانت داير فيه بليزير ومد له يدير قواعد عسكريه ومخسر مع خوتك الجزائريين على خاطرهم، وتدخل تكتب ليه هنا تحيا اسرائيل وتدخل. نشوفوا هذا المتسابق راه كاتب الحمد لله، نورمالمون هذا مسلم.
عندنا امل، هو اللي بومدين ربي يرحمه قال لك ياتي يوم الذي سنلتقي فيه السلام بالشعب. عليكم. واش فكرتي الجماجم ديال جدودك تجيبهم في فرنسا ولا مازال؟ جبتي شحال من واحد، شحال من جمجومه؟ والله لو كنت باغي ننزلك، انا قلت امراه، وانا النساء ما سمعي، انا قلت امراه، ما المراه نتناقش معها، انت كيما انت يتناقشوا معك في حقوق الفراوله، يتناقشوا معك في الامارات. دروك انت رجعتي بنتك من حقوق الفراوله ومن الامارات، ما رجعتيهمش. انت راه عندك 3 اولاد قبل شهر رمضان المبارك، 3 اولادك بيه بمصاصيطه بيديه بكرشه، يعني هو كومبلي مامبا ما قدرتوش تطالبوا بهم. عندي، ما رانيش نقول لك راهم في فرنسا، مانيش نقول لك روح جيبهم من فرنسا، راهم عندي انا. كي نتكلم بالانجازات نتاع بلادي. روحي عند اسعد الشرعي قول له افتح لايف وريبوندي، ياك راكم مخلصينه باش يدافع عليكم. شوقي بن زهره قولوا له يسب الكيان الازرق، تقدروش. جايه تسبيني، انا مانيش خالص عليك، انا غير راني داير فيك بليزير من باب خاوه. نص مروكي اذا كاين تيبقاو يطلعوا نساكم هكا ويطلعوا امواتكم عندي هنايا، ماشي عيب. انا غير في وجه المتابعين ما بغيتش نغزر فيها. تيبقاو يطلعوا هنا نساكم، ماشي حرام؟ علاش مسكينه المروكيه انا نعذرها؟ علاش نصيبهم عند اسعد الشرعي يعطيهم العصير؟ شغل انا نطلع لها لا طونسيو، علاش تمشي تلجا له؟ ما كانش الرجال. يا ايماجيني لو كان كاين رجال طلعوا هنايا ودافعوا وزمطوني بلعوا لي فمي، قال الله ينعلبوه هذا نتنياهو، نعلبوه كيان الازرق. يا بلع علينا فمك ابو سماحه، كيش رانا نبانوا لك؟ احنا المملكه مطبعه بصح حنا مسلمين. ما كانش حتى يوليو يطلعوا امواتكم هنا عندي. 3500 ما تقوليش ما كاينش مراركه هنايا. نص مروكي اذا كاين، نص مروكي. اسد الاطلسي، ها هو اسد الاطلسي. تقطعوش ليا سخوتنا، مازال باقي حساب جديد غير فوتها. جماعه السطاح ما تقطعوش ليا سخوتنا، ما تقطعوش لياس. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الفاسقون. الوجديه قالت لك بنيامين تبون، الوجديه غير بلعي فمك انتيا، ما باقيش بزاف، ودوك ردوا الارض بلا عبيد. وجديه غير البارح وحنا ندمروا لك في اليايور، تعيب عليك. انا كاع يغيظني الحال كي نصيب واحد من المناطق الشرقيه ويمارس العبوديه. ما كبر فيك لا مطلوع لا ضانون لا. مال الياورت شنقول لك؟ المنتوج الجزائري راه في تطور، رانا كل خطره جديد. راه كاين واحد اخر عاود بالحبيبات يجي فيه واحد ليكرا والله ما تشبعي منه. راه كاين ضانات، راه كاين بزاف. هذاك بنينه، راه كاين هذاك اللي يجي مخلط نص. كون ما خسرتوش معنا وكون راكي شابعه سقايط. كولي الخروب. اكولي الخروب. دروك بن نجيب الخروب، قلعي الخروب وبن نجيب الخروب. خطونا من الضحك، لعبوها سريو خوتنا. نعاودو من جديد. موضوع اليوم، الحكام يطبعوا والشعب يخلص الضريبة. الكيان الأزرق للمرة الثالثة يدل ويهين الشعب المروكي. فالمرة الأولى الناطق الرسمي بلسان نتنياهو يصف الشعب المروكي بقردة البابون. المرة الثانية الوزير المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير يتوعد اللاعب حكيم زياش ويهده.
شفنا اللاعب زياش تلقى حملة تضامنية كبيرة من طرف خوته المسلمين الجزائريين. أما المراركة صم بكم، وهذه عندها دوجور قناة رسمية ناطقة باللغة العبرية تابعة للكيان الأزرق تنشر صورة اللاعب سيباري وتصفه. شو واش كتبوا فوقه بالعبرية هنايا؟ نظرة كلبي إلي عندما لا أصطحبه معي في نزهة. اللايف هذا رانا دايرينه اليوم صداقة على جداتي الله يرحمها، بما أنه أسعد الشرعي وشوقي بونقعرة ما يقدروش يريبونديو على الكيان، يقدروا يسبوا غير الجزائر. قلت أنا هذا اللايف هذا نديره صداقة على جداتي الله يرحمها، خاوة يطلعوا معنا هنايا العياشة. وأنا عندي أمل باللي مازال كاين رجال أشداء أسود الأطلس في المروك لا يخافون في الله لومة لائم. يطلعوا هنا نديروا اليد في اليد ونمدوا صورة على الأخوة، ولا ربما تكون فرصة لعناق الشعوب من خلال هذا البث المتواضع. نسبوا الكيان الأزرق ونردوا عليه ونردوا له الصعصاعين. إذا كاين نص مروكي راجل، اللي نزيدوا نهودوا البري، نهبطوا شويه البري، ربع مروكي. اسد الاطلس، روح بالحساب الرسمي نتاعك. جماعه السينيال ما خصناش، جيب الحساب تاعك وروح. انا ما نقدرش نرد على الكيان الازرق، لربما انت ما يعجبكش الحال، بالك انت عندك عقليه تاع السوسياله، خاطرش كاين اللي تبغي تجيبها بالضرب، كاين اللي كون ما تنضربش ما تجيبهاش، كاين اللي تبغي تمارس الجنس وهي تبكي، لربما نمشي نريبوندي عليهم نتايا تزعف. خاطر شحال من واحد مشى يدخل روحه ما بين لي كوب، واحد يكون يضرب في مدامته، يمشي واحد من باب هكا حميده الشجاع يمشي يسلكهم، تقول له راهي ربي فيا. بنت الجزائر تحياتي لك، الله يعطيك الخير الغاليه، تحياتنا الخضر شكرا. كاين اللي مشى وقف مع اخته وربح العيب، اختها تكون غضبانه ولا تحمالها الفرفاره، يمشي يجيبها النيف عليها، من بعد يردها راجلها، غير يرفد لها رجليها، تبقى عليه واه الرخيص وكان باغي يطلقني وكان باغي كذا. انا هذه اللي ما جبعت نحشالي، راني خايف نريبوندي عليهم تعاود تقول لي واش دخلك. ربع راجل، رانا هبطنا السومه، 4 راجل. اذا كاين 4 راجل يطلع هنايا ريبونديو على المروك. كادير تحياتنا، ندوش شكرا. خاوة لا للفتنة، الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، وانما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. الكيان الازرق هو اللي راه يدير الفتنة بيناتنا، ماشي بوسماحة. مازال راني موجه لكم النداء، إذا كاين نص مروكي 4 مروكي راجل يطلع معايا هنا، نديروا اليد في اليد، نسبوا الكيان الأزرق اللي راه في كل مرة يتعمد إدلال وإهانة الشعب المروكي المغلوب على أمره. ديما مقحب تحياتي لك، ضناهم شكرا. كاش بح نشوفوا نسى بلاك نسى. طلعت وحده سبتني ما كانش، راني هنا ها هو واحد. طلع لي بارتي، طلع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا راك تسمعها صفا؟ والله الحمد لله خوتنا، باش ما نوصلوش لهاد اللقطة هذه، كي راك دير لي دوموند انت خويا جزائري زعما تحشيتها لك، راك تسلك المروكي، نطفيو اللايف ونمشيو نرقدو. طارق طلعتك. قانون التيك توك واش يقول؟ قانون التيك توك واش يقول؟ كي تدخل لايف عجبك الموضوع تطلع تشارك مرحبا، ما عجبكش الموضوع ما تطلعش تعقل عليا.
تشارك في الموضوع مرحبا بك. الموضوع اللي راني دايره راه باين. الله يعطيك الخير خويا لويس، والله الا راني هادر 4000 خطره، كل ما نديروا موضوع رانا نخرجوا على الطريق. نفتحوا الكاس من بعد خوتنا ونطلعوا كي نفقدوا الامل. انا مازال ما فقدتش الامل. انا كل ما نبغي نفقد الامل نتفكر انه لا يأس من روح الله الا القوم الفاسقون، ونتفكر الخطاب تاني تاع الزعيم الراحل الهواري بومدين، قال لك سيأتي يوم نلتقي بالشعب المغربي فلا تسبوا المستقبل. اوكي نشارك في الموضوع، اطلع طريق لعل وعسى. كاين غير طريق اللي راه شويه متحمس. السلام عليكم. وعليكم السلام للمره الثانيه. علاش اخي نزلتيني؟ انا باغي هذه يومين وانا نهضر معاك في التعليقات، راني داير موضوع. شارك في الموضوع. عندك مداخله مرحبا بك. عندي مداخله. ما هو انا ما نسبكش، انا ما نسبكش. شوف يا ودي بما انه راك محترمت انا شوف هذا يعني يعطيني انت مثلا مسؤول ديال الدوله نحترموا ولا قال هذا الكلام هذا جاز معاه. اما هذا ربما شي تيك توكر ولا شي يوتيوبرز ولا هادي عنده صفحه، او لا ربما ما يكونش يهودي او لا اسرائيلي. معليش اي واحد يقدر يكتب. مثلا انا ندير صفحه اسرائيليه، راني فاهمك بلا ما نطولوا ونضيعوا الوقت. ايوا واخا. الناطق الرسمي بلسان نتنياهو تعتبره انت صفحه فيسبوكيه اللي وصفت بقيد البابور؟ اسمعني هذاك اللي هذاك وصف باليهود المغاربه اللي في اسرائيل، ما وصفش صح. المغاربه. مروكي بغى يهودي ولا ملحد مروكي. هذوك وسط اسرائيل كانت عندهم شي خلافات مع بعضياتهم. يعني روح بحث. دابا نتوما المشكل ديالكم ما كتبحثوش، يعني كتشدوا اي يا ودي نبحثوا على بالي قال اليهود المغاربه بصح ما اليهود المغاربه مغربي. اسمع لي في اسرائيل. اليهود المغاربه اللي في اسرائيل، ماشي المغاربه الاحرار. شوف اسمع الله يرحم لك الله يرحم لك جدتك، الله يرحم لك الوالدين. انت الله يرحم لك الوالدين. اسمع لي، بما انه راك محترم ما غادي تشوف من عندي الا الاحترام، ونعتبرك ضيف راك عندي هنا. ما نكثروش الهضره، راه كاين ناس راها تتابع فينا، نحترموا العقول. كي نكون نهضر اسمع لي، وكي تكون تهضر نسمع لك. هذا هو النقاش. الاعذار اللي راك تلتمسها، ذكرت لك الناطق الرسمي بلسان نتنياهو، التمست له عذر. هذه فتشت لها على عذر، قلت لي لربما، يعني ما متيقنش، لربما صفحه فيسبوكيه ولا تيك توكيه، يعني اعذار نتايا راك تجتهد راك تلتمس فيها. ذكرت لك الوزير المتطرف الصهيوني إتمار بن خفير لما توعد وهدد اللاعب زياش، وتعاود تجتهد وتفتش لي على اعذار. انا جزائري مسلم جارك، علاش لو كان نغلط في حقك تنوض كاع المروك؟ كاع مطلعين عليا لايفات، واحد وصل حتى دار لي لا فوطو تاعي بالطلاسيم، السحر، الاخر من هي السب، الاخر الكبرانات، الاخر مانيش عارف. الاعذار هادو اللي راك تلتمسهم للصهيوني، علاش ما تلتمسهم ليش ليا انا؟ نص مروكي راجل خاوه بروموسيون اليوم راني دايرها، يطلع معانا مروكي هنايا، يطلع معانا مروكي نديروا اليد في اليد، نسبوا الكيان الصهيوني اللي راه في كل مره يتهجم على خوتنا المراركه المسلمين. اسد الاطلس بهذاك الكونت غير فوتها، الله يقلع عليا التلفزيون ما راك طالعه فو كونت. ديما مقحيب، تحياتنا خويا. ما كانش ديروا القلب ماشي غير حنايا. ها هو المدرب، هذا مدرب تاع مصر، ياك مصر تاني مطبعه.
كي كنا نهضروكم على التطبيع قلتوا لنا كاين شحال من دولة عربية مطبعة، علاش ما تهضروش عليهم وعلاش تهضروا غير على المروك؟ هذا المدرب نتاع مصر اليوم تفل على كاع الجماهير نتاع الارجنتين. علاش؟ ما سبوه ما والو، رفدوا له غير الدرابو تاع الارجنتين تاع الكيان الازرق في وجهه. رفدوا له غير الدرابو تاع الكيان الازرق في وجهه، تنخم عليهم. هذا تاني بلاده مطبعه، بصح العقيده نتاعه سليمه، كل واحد وكيفاش. طلعني علاش خايف يا ودي اللايف هذا؟ انت يخافوا منك، تكون ما يخافوا منك ما يقولوا لك القرد وما يقولوا لك الكلب وما يقولوا لك. اجيب الكونت نتاعك كيما الرجال وروح تناقشوا. نص مروكي كاين، اذا كاين نص مروكي راجل. غير ربع صحة، غير ربع. رجال ردوا لا فوتو تاعها. وانت كيف قالوا لك؟ انا ما عندهم ما قالوا لي، انا حتى واذا سبني الكيان الصهيوني ما يغيضنيش الحال، لاني الكيان الصهيوني ما معترفش به اصلا انا باللي دوله، وكيما ما معترفش به باللي دوله يعني ما معترفش باللي عنده اعلام، ما معترفش باللي عنده مؤسسات، ما معترفش، يعني لاقيط راه ينبح. والعدو واش تستنى منه؟ نتايا تعتبر اهانه بالنسبه ليك لانه تخليت على الكرامه نتاعك وبدل لك الديانه نتاعك، بدلت دينك من الدين الاسلامي للديانه الابراهاميه، وسخرت له ارضك لبناء القواعد العسكريه، وسخرت له جيشك. الجيش نتاعكم اللي راه دروك في فلسطين راه يقتل في خوته الغزاويين. سمعتني؟ يغيدك الحال. هو الوجدي زعيم، الوجدي تاعنا. السلام عليكم. الوجدي على سلامتك خويا، تحياتنا الجزائر. يا تي توحشت خويا، كي داير؟ مزيان، الله يعطيك الخير. واش راك خويا؟ بارك الله فيك. والله الحمد لله خويا. والله شوف، والله انا عاد دخلت اللايف بصح الهضره ديالك على صواب اخي، انا نقولها صراحه زامتنا. ها هي الوجدي، شوف صابرينا، تحياتي، شكرا الوجدي. واه والله يا خويا نسمعها منك واعطيني رايك، ما تحشم مني ما والو، راك خويا لا انا نقولها خويا على الراس والعين. اذا راني غلط قال بوسماحه راك غلط في هذه. ما عليه، سير مرحبا. الكيان الازرق في المره الاولى الناطق الرسمي بلسان نتنياهو وصف الشعب المروكي، وصفهم بقردة البابون، ما كانش واحد ريبوندا عليه. جاو سبونا حنايا، قال لك زعما علاش راكم تتكلموا؟ حنا الله غالب فينا هذيك الحراره. المره الزوجه الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن خفير بان، تحياتي لك خويا. توعد اللاعب زياش وهده. زياش شفنا تلقى تضامن كبير من طرف الجزائريين، العياشه ما كانش حتى واحد هضر عليه. وهذه الثالثه اللاعب سيباري داروا الصوره نتاعه وكتبوا فوقه هنايا بالعبريه، تاش كتبوا عليه؟ كتبوا عليه نظرات كلبي الي عندما لا اخرجه معي في نزهه. قال لك زعما الكلب تاعي كي ما نخرجهش ويبقى يشوف فيا. انا اليوم درت لايف قلت لهم خاوه وربما تكون فرصه باش لعناق الشعوب ونترانجاو. اطلعوا معايا هنايا، انا نتعاون معاكم ونسبوا الكيان الازرق. ما كانش واحد طلع واحد طيح لي. ما كاينش الرجال، انا نقولها لك، الرجال ما كاينش. راك تسمع فيا؟ نسمع خويا ولا راني نسمع؟ واحد راجل، شوف بلا نتايا، انا راني في قلب وجده. لو كان نبغي نهضر على حقي راه اوتوماتيكمون راه غادي ديريكتومون يديني يجلسون على قرعه، ماشي عاد انت راك في بلاد اخرى، فهمتني؟
دروك صح. بحاليش حنا شوف حنا تاقلمنا، حنا راضيين على هذا الشيء دروك، حيتاش علاش الا هضرنا غادي ناكلوا العصا كملنا، ما عندنا ما غادي نديروا، تقبلنا امر الواقع، راه حنا مقبلين، ولا قالوا قروده نيشان. لا الانسان شوف الوجدي كي تطلع تبري نفسك، انت راك خاطيك، انت راك تطلع في لي لايف وتهضر وعادي ما فتنه ما والو، كاين صهيوني. انا لو كان نغلط في حقهم غير بكلمه يفتحوا اللايفات ويضلوا يسبوا، خاطر يخدموا لي فوطو ليا بدو بياس، خاطر يديروا لي الماكياج، راهم معجبين بيا. علاش انا ما يلتمسوليش الاعذار؟ شوف بوصحابه، انا غادي ندير واحد بوسماح اخويا اسمح لي، انا غادي ندير واحد تحدي، غادي تعطيني واحد الربع ساعه ولا 20 دقيقه، غادي نحل الكاميرا وغادي نهضر في اللايف ونوريك الوثائق ونوريك نتاع الحوانيت اللي داوهم لي، ما بقى والو صاي. انا هذيك البلاد ما بقى عندي فيها حتى شي حاجه خرجت منها صاي، الله يسهل. نعم وجدي شوف، الانسان دي فوا يكون في لحظه غضب ولا مانيش عارف، اللايف هنا معمر بالبرقاقه وبالشكامين. معليش، ما انا ما تشرفنيش تبقى عندي خويا. جنسيه، لا ما تشرفنيش تبقى عندي جنسيه مغربيه، انا كنقولها في اللايف عادي. على بالي تهضر كما نقولوا راك اللايف لايفك، بصح تعرض الوثائق نتاعك، اقسم بالله غير لا زكروا فيك والله ما يرحموك. يا هذا ودي شو نقول انا لك؟ شوف بوسماحه، انا هذيك البلاد شا ندير بها اللي قلعوا لي منها رزقي، منين تقلع لي نتايا 3 ديال الحوانيت وديرهم في المؤسسه، وش ندير بها انا هذيك البلاد؟ واش غادي ندير بها؟ جاوبني، ما عندي ما ندير بها. تدي لي حقي، منين انت تدي لي حقي وتعطيه الازرق يعيش فيه وياكل فيه ويقرب فيه ولادو، وحنا ولاد البلاد تدي لنا رزقنا؟ لا خويا، بغيت طبق انت الله يسهل عليك، بصح حنا علاش؟ حنا لا حنا ناكلوا لي باكاسي، حنا اللي تهرسنا، حنا اللي داو لنا رزقنا، نهضروا صراحه. حول ولا قوه الا بالله. داير لي منين داير لي قريب 500 مليون مغربيه، شكون اللي غادي يعوضني انا؟ ما كانش اللي غادي يعوضني، ما كانش. باش غادي نشكي انا؟ نشكي بالملك باش فهمني، انا عطاني غير مؤسسه في المغرب نشكي على حقي، ما كانش. باش غادي نشكي بالدوله؟ ما يمكنش. انا يا عبد ضعيف، وزادوا عاود ضغطوا عليا، عاوتاني زادوا فعسوا عليا في الارض، ما بقى لي ما نقول صاي. انا هذيك البلاد هجرتها كاع، وجنسيتها نقسم لك بالله القاسم، يا لا كارت ناسيونال والله غير ندخل لللايف ونحرقها، نقسم برب الكعبه. والله يا شوف الوجدي، هاد الامور هذه لحظه الغضب ما غادي يتبدل والو، غادي تحرق لا كارت ولا دير اي حاجه، نقسم لك بالله ما غادي يرجع لك حقك، ما غادي يتبدل والو. يا ودي انا صاي، انا ما عندي ما ندير بهم، ما حيتاش علاش هو ما دخلش علينا، هو ما دخلش علينا بار اكزومبل، يعني دوسي هذا ديال التطبيع، هو راه جاب خواله، هذا مواه هذا كيما نقولوا مواه، وهذاك محمد السيس، هذاك راه ماشي محمد عثمان ولا كي سميت بين بواه كاع حطوا، ما شوف حسبي الله ونعم الوكيل، والله لا حسبي الله ونعم الوكيل. خوتنا راه موالف يطلع معايا الوجدي، ماشي المره الاولى. صامو تحياتنا الغاليه، شكرا. راه موالف يطلع معنا حاجه تاع ينشر الوثائق ولا انا وما نبغيهالاش، والله ما راه ناشر حاجه هنايا. ستر روحك يعني، حتى واذا كنت انت بعيد العائله نتاعك والله ما يجملوا عليها، لانه المخزن هذا طالعين، المخزن هذا يعرفوا غير تيك توك، باقي لهم غير تيك توك، تجي هنايا تزيد تخسر له النشاط. شوف بوسماحه، انا كنقولها لك بالوجديه بديا في ربي، ادخل عندي للبريفي ونهضر مع صاحبي وغادي نصيفط لك لي دوني، وانا الحمد لله لقيت في داري إزدوس خدامه عليا، فهمتني يا بوسماحه خويا؟ صح راك فاهمني، دخل لي للبريفي خويا، انا في روحي مشى لي رزقي، عندي مشاكل مع المخازنيه، اما علاش ما كانش اللي يهضر على حقه، ما كانش واحد يهضر، نتحدى واحد يهضر على حقه، نتحدى واحد يهضر على حقه، داونا رزقنا، شردونا في الزنقه، هلكونا بالجوع، هلكونا بلا فاكتورات، هلكونا لاسيرونس صاحبي ديال لوطو، صاحبي ميم با لوطو جولف 6 تخلص عليها انت 400 اورو،
هي الكونه في اي ناحيه، حنا اللي كنديروا الطرقات، حنا اللي كنديروا التيرانات، حنا اللي كنخلصوا الضوء. هو داي الماليه ومن برا مع ولده ومن برا، وحنايا عايشين في الجوع. ولده راه في ايطاليا مع امه. انا ولدي واش نعطيه؟ والله لا راه في ايطاليا. لا انا ولدي واش نعطيه؟ اللي قوطي حليب صغيور داير 150 درهم، سيتادير 15 اورو، مبيته بالجوع. 150 درهم 150 درهم للقوطي، والله ما يشربه وما تكون قريب. 150 درهم. صامو كان تحياتنا، قريب 400 ميل بدراهمنا. قول بريسك، لا فايت عاد، قول قريب شي 700. 700 هذا 700 في القوطي. وشكارك واش نجيبها له انا ب 120 درهم، مسوم فلوسكم نتوما، قريب 300 من الشكاره. هيا واش هو هذا؟ البروبليم المشكل ماشي هنا، المشكل كي يجي يكتب لك طابور الحليب. انا والله الا شحال من مره نقولها لخوتي الجزائريين، نقول لهم كي تشوف العياشي هنا في التعليقات يكتب لك طابور الحليب طابور الحليب، نقول له هذاك انا نبقى نشوف فيك شغل مدامتك كيطيح لك على صدرك، هي تبغيك بصح تبقى تضرب فيك، تقول لك يا رخيص يا الخداع، هذيك بالمحبه راه تشكيلك، هي راه تسب فيك بصح راه تشكيلك. العياشي يجي هنايا يسوق لك المشاكل نتاعه ويعبر على المشاكل نتاعه بلسان جزائري، يعني هو راه مونك كاليسيوم ومونك حليب، يجي يكتب لك طابور الحليب. يا ودي شوف، راه في المغرب انا نقولها لهم وراهم يسمعوني في اللايف، نص يوطرو د الحليب كوليم ولا جبال، نص يوطرو داير 4 دراهم. بالسومه الجيريا شحال دايره؟ بريسك 10000. وفي لاجيري داير يوطرو نتاع الحليب داير 2005. بالسومه مغربيه درهم ونص. واش غادي تكومباري؟ حنا عايشين في الجوع ولد ما. شوف كاع المغاربه يابسين، انا واحد يابس. هيا نهضروا صراحه. اسمع لي اخويا، اعطيني هاش بغي مخزنيه في الروبورتاج. والله يا الوجدي، شوف الوجدي، والله الغني الله، احنا كاع فقراء، حنايا كاع فقراء. الانسان مهما بلغ من الثراء، مهما بلغ من الجاه، الغني هو الله. تعرف فاش يجاهلك العياشي؟ انا والله ما نبغي نهضر على هاد لي زيبيس وهاد الامور. دروك يجي عندك العياشي يكتب لك طابور الحليب، ما عندكش العدس، يا ودي روح دخل للجزائر شوف بعينك ومن بعد هضر. وعلى باله بلي المخزن راه يكذب عليه، يعني يتكلم معاك بمنطق الحقد والكراهيه، ما عندكش الزيت وهو يشري الزيت بالساشيه يعمروا له بسورانغ. شوف انا نعطيك واحد النقطه، هو كاع حنا المغاربه غيرين منها. فاش نتوما حنا كنعايروكم بالكابرانات، بصح نهضر لك الصراحه، هذوك الكابرانات راه مدعمينكم في المواد الغذائيه. حنا باش مدعمنا حنا سيدنا، سيدنا عاش الملك، باش مدعمنا بلا فاكتور نخلص 500 درهم، نعطي الله وعلينا من الكول للكور مغاربه، لا نقولها 50 اورو نخلصها انايا بور ان موا، غير في الضوء. البوله نحسب لها درهم للشعله. حول ولا قوة إلا بالله. شوف بسمعها، أنا نطلع لي مغربي غنمسخو هنايا، كنطلع لي ولد بلادي راه غادي نمسخو من الأكشيزات. أنا والله إلا قلت لهم اطلعوا وقلت لهم اليوم خاوة، قلت لهم اليد في اليد، ونعاودوا نرجعوا العلاقات. الفتنة هذه والله ما مليحة، والفتنة هذه دارها بيناتنا الكيان الصهيوني، وهو كي تقول له الكيان الصهيوني ما يعجبهش الحال، لخاطرش كيان الصهيوني راه عنده. هما بداو جماعه طلعني. طلعنا. شوف طلع اللي بغى يطلع، انا غادي نوجه لكم ميساج بالسيرفيس ديال المغرب، طلع لنا يدوموندي شي واحد كيست من الدراري ديال الاف ا ولا من الدراري ديال لي فار ولا نتاع البطايو جي يو سي، يطلعوا لنا هادو، نقدر انا نهضر معاهم. اللي كيتخلص المخزني يلعبها انا يتخلص 4000 درهم عليكم من الكور للكور. فيرست خاصنا قال لك مروكي يطلع. انا عندي معاه موضوع والوجدي عنده موضوع. كاين خونا جوال ثاني طلع. شو ما طلعليش غير ببو، انا ما نهضرش مع غير ببو، طلع لي الشرق غير ببو، كاع كل شيء خدامين عليهم خواتاتهم في هذا جوال هذا تاعنا، جوال ثاني زعيم. المهم انا نقول لك، شوف غير ببو كاع عندهم السواعده يصيفطوا لهم.
اخوتي السلام عليكم، واول كلمه نقولها لكم قال لك الله ينعل القوم اللي تلموا القصعه وتفركتوا الهراوه. هذه بعدا الدخله. ايوا صبر نقبض بعدا بلاصتي مزيان. بلاصي روحك. المراركه اذا كاين العين دين مو يفرقعوه طيح عليه القوه المساعده للدار تراك باغي تصيفط الناس للحبس انت. اش راك تقول؟ ولكن اخويا راه داير واحد الغلطه، راه يقول اليد في اليد. حنا عندنا المسوسين كتقول لنا اليد، راهي اليد لا ديال الملك. اقول لك كتب بالكتاب، نقول لك راه لا وعاسه، لا وعاسه. نتوحدوا بالله انت يا نتوحدوا لك منين الموفد. جوال اخويا انا زناسني اخويا الا بغى الله. بني زناس نتاع بركان. صلاة النبي. بارك الله فيك، تحيه الناس بركان. وشوف انا راني زرت هذيك البلاصه وراني نضل فيه ولوت باش ناكد لهم. الله اكبر الله اكبر. تعرفها أخويا هو الله. ولوت. ايوا سبحان الله. ولكن راني هنا باش ما نكذبش على اخويا، راني في الجزائر، راني فايت 20 سنه اخويا باش نتكلموا بارك مزيان. الله. اعطيني الماتريكيل ديالهم. والو نعطيك حاجه خير من الماتريكول اخويا. انا قال لي اصبر اخويا عاودي اصلي عندي. ها بو سماحه في الطريس. دقيقة شوف، الجوال وعبدو الريفي هادو كاع متمردين، هادو مشي عياشة. وعمي خالد صحة، عمي خالد راه غني عن التعريف. اخويا لا بغيت نقول لي واحد الكلمه. انا بعدا كي جيت هنا للبلاد قالوا لي واش هو الفرق ما بين المغربي والجزائري؟ قلت لهم الجزائري يقول لك اعطيني التبسيمه وشد عليا الخبزه، بما ان التبسيمه ما يحاسب عليها البنادم والخبزه على الله. قالوا لي وانتم في المغرب. ايوا قلت لهم احنا في المغرب عندنا سلم على الكلب من فمه حتى تقضي صباحك منه. اسلم على فم الكلب وقضي حاجتك. حنا ولينا نسلموا على الازرق على رجليهم. نرحبوا اخويا جري على راسك. انا داروا لي التطعيم داكشي ديال الفاكسين. لا معليش انا مانيش غير ببو، انا شرققو. دقيقة خوتنا، نرحبوا بعمي خالد وخونا عبدو الريفي والجماعة اللي التحقتوا بنا مؤخرا. مرحبا بكم. يونس السلام عليكم خاوتي، خاوتنا الجزائريين الكل السلام عليكم. خاوة المتمردين لهم معنا هنا السلام عليكم. والله يا يونس خويا انا بغيت اليوم نقدم كيفاش ندير وقفة إنسانية مع الصورة هذه اللي تشوف اللي دايرينها وراك. دير وقفة إنسانية مع الكلب اللي اللي مثلوه بهذا. يعني أنك توصل أنك كلب خلقه الله عز وجل تشبه بالصيباري. شيء كبير والله العظيم. أنا غاضني الكلب في الحق، غاضني الكلب. انا والله ما نقطع لي ياس عمي خالد، بالك العياشه يديروا القلب، رانا هنا معاهم بس ياس بالك العياشه يديروا القلب. انا قال لك راك دير فينا والضمير تاعي النبني شت بزاف. خرجوا لنا هاد المره خاوه والبالو وهاد الامور هذه. قلت اليوم نديروا لايف ونساندو السيباري يطلعوا معنا العياشه. هما خوتنا رانا نعرفوهم، عبدو خونا جوال راهم معروفين والمواقف نتاعهم راها واضحه. يعني بلا هاد اللقطه هذه اللي راجل رانا نقولوا العياشه اللي كانوا يسبونا. هذيك الشجاعه اللي عندك باش توصل حتى تسب شهداء، دنس الرايه الوطنيه الجزائريه. السفاره نتاعك لومباسات تاعك في فرنسا راهم دايرين حاله، يقول لك جزائري دنس الرايه نتاع المروك اللي صنعها اليوطي. هذيك الشجاعه وهذيك الرجله رانا باغي نشوفوها خويا. خاوه اطلع معايا هنا. يونس شوف سبوك يا الازرق. يونس انت هو هذا رايك انت ونحترمه، بصح انا رايي يبقى. شوف احنا عندنا في العقليه تاعنا الجزائريه يقول لك السرقان دارت للكلب. هي هكا
صح. يقول لك السرقان دارت الكلب. دوك السيباري معروف باللي يسرق السرابيت، معروف بالكوب دافريك كان يسرق في السرابيت تاع السنغال. يعني ما غير ذاك الحال انا لما يشبهوه بالكلب ولا يتكلموا عليه ويوصفوه بالكلب مش حاجه غريبه عليه، يعني حاجه عاديه. انت من حقك انك تطلب من المغاربه الاحرار اللي هم معنا هنايا باش يطلعوا ويتكلموا، بصح العياشي ما راحش يطلع يتكلم، ما راحش ما تستناش منه. ونتحداك انا اليوم، انا نتحداك يونس انه يطلع معك عياشي يدافع على السيباري ضد الكيان. ما كانش كل شيء، كل الخطوط الحمراء تسقط امام الكيان. لما تتكلم على الكيان وتتكلم على الصحف العبريه ولا تتكلم على المنظومه اللي تحكم الكيان، كل الخطوط الحمراء تسقط في المروك. حتى ولو كان يوصل الكيان وين يسب الآلهة تاعهم اللي هو ميمي 6، ما كاش ما راحش يطلع معك مروكي هنا عياشي ينتقدهم ولا يسبهم. لأنه شوف المروكي لو كان يعني هم خاوتنا راهم هنا مغاربة أحرار هذو ينجموا إذا كان راني غلط يقول لكم راك غلط. الموروث الثقافي اليهودي في المروك متغلغل فيهم والله العظيم. انا لما قعدت نخمم في فكره اللي كانوا يتكلموا يقول لك تازق بالغزه وتربط تازق هذه الحكايه بقضيه بن مشعل هذاك وكيفاش حب ياسس دوله تاعه في المروك. تعرف باللي قضيه تاع تاريخ متغلغل فيه المكون المروكي المكون اليهودي فيها. كان واحد قبيله كان هنا كان يتكلم لك على قضية البابون. كي تقول لي باللي لا كانوا يوصف في البابون في اليهود اليوم في إسرائيل. أنا نذكر باللي محمد الخامس قال لا يوجد في بلدي لا يهودي ولا مسلم، يوجد مغربي. قال هذا الكلمة. وزيد الحسن الثاني قال هؤلاء أبناؤنا، يعني يبقى حتى وراه في كيان ساكن في كيان يبقى هو مروكي. تقول ليش هذه تاع كان يتكلم اللي في الكيان وماشي يتكلم علينا احنا، يتكلم على صفة مروكي. هذه هي. تفضل يونس خويا رانا معكم. الله يعطيك الخير عمي خالد. انا غير واحد التعليق هنا قال لي انت راه مشكوك في امرك. انا ننصحك تمشي تزيد تقرا. هذا واش نقول لك، ننصحك تمشي تزيد تقرا. خويا عبدو مرحبا بك. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي لك خويا أبو سماحة، وتحياتي لكل ضيوفك الكرام وكل متابعي اللايف ديال خونا أبو سماحة. الأخ أبو سماحة أنا غير غادي نصحح لك الوصف، أنك يعني بما أنه يعني مجموعة كبيرة من الدباب المخابراتي المخزني كيتابع اللايف ديالك، راك غلطت في الوصف. الوصف وهو نحن انفصاليا وخونة وأعداء الوحدة الترابية ومدعومين من جهات خارجية معادية للوطن. هذا في وصف العياشة وفي إطار التبرديع اللي مارسوه عليه الدكاترة، يعني احنا في الأعين ديالهم هكذا. الآن غادي نمشي لواحد التحليل خويا أبو سماحة اللي هو منطقي. التفكير ديال العياشي إلا كان يعني الدفاع عن الأرض اللي هو غريزة في أي إنسان، والأرض تعتبر شرف، أنا كنظن أنهم الشرف هما ما كيعرفوا عليه والو. أنا باش ندافع على أرضي وباش ندافع على شرفي خص الدعم ديال الجزائر. أنا نعس في الدار تجي تخلصني الجزائر باش نروح ندافع على أرضي. الأمور هذه راه غريزة في الإنسان يا أخي الكريم. واش أنا غادي نخرج ننتقد بنات بلادي ولاد بلادي الأطفال اللي كيتباعوا؟ هل هذا يحتاج إلى دعم من جهات خارجية معادية للوطن؟ واش الا خرجت ننتقد ان الثراء الفاحش ديال محمد السادس والسرقه اللي كيسرق في الجيوب ديال المواطنين والناس ما عندهمش ما ياكلوا، الناس ناعسين في الزنقه، الناس عندهم امراض مزمنه مرميين في الشوارع، هل هذا يحتاج الى دعم من جهات خارجيه لكي يعني باش ننتقد هذا الامر هذا؟ هنا مشينا هنا نخليوهم يعني جانبا ورحنا وضحنا لهم كيفاش كيفكروا هما، وحتى خوتنا الجزائريين باش يعرفوا العياشه كيفاش كيفكروا. اما الان نمشيو للقضيه ديال الاهانه ديال لاعب المنتخب الوطني المغربي من طرف يعني موقع تابع للكيان.
هنا اولا خويا بوسماحه هاد اللاعبين هادو من اصل مغربي وتكونوا في اوروبا وقراو في اوروبا، واوروبا اللي دعماتهم واوروبا اللي خدمت بواتهم، وانه تلقاه جدو كان مهجر ولا باه كان مهجر، ماشي رجال اللي كيجيو يلعبوا تحت الرايه ديال ليوطي. انا واحد اخي الكريم وكان كنت يعني رياضي ما غاديش نمثل الرايه ديال ليوطي، وما غاديش نمثل واحد البلاد اللي هجرت لي والديه واللي مارست الاباده في حق اجدادي. كل المغاربه راهم تعرضوا للاباده، ماشي غير ريافه خويا بوسماحه وماشي غير صحراوه، راه يعني السلطان كل السلاطين ساهموا في قتل المغاربه. هنا واش غادي تجي تمثل هذه البلاد؟ الا جيت تمثل هذه البلاد هذه هي انك خائن دماء الشهداء وانك ماشي راجل. انا هذا هو يعني تعبيري بالنسبه للموقف هذا اللي تعرض له هذا اللاعب المغربي، ونتمنى انهم يتعرضوا لابشع المواقف. الله يعطيك وفي اخر لحظه خويا بوسماحه راه في اخر لحظه كيتخلاو عليه. شفنا زياش اللي مثل المغرب لانه يعني رفض تمثيل هولندا، البلد اللي قدم له يعني الكرامه، ومثل المغرب ان فوا ضامن مع خوتنا الفلسطينيين تم الاستبعاد ديالو مباشره من المنتخب المغربي. هذا راه ماشي منتخب مغربي، هذا منتخب صهيوني، خصهم يسموه المنتخب الوطني الصهيوني، كل اللي كيمثل هذا المنتخب فهو يمثل الصهاينه وفهو يعني ضد الاخوه ديالنا الفلسطينيين. انا هذا اللي بغيت نقول خويا بوسماحه في الموضوع هذا ديال الصبارين. شكرا لك بوسماحه وتحياتي خويا عبدو. تحيه كبيره لكم. واش العزيز اخويا بوسماحه، لا بغيت نطرح عليكم واحد السؤال راه محيرني بما يخص اخويا عبدو. بغيت لا نقول لك زعما وانت راك ولد بلادي واكتشفك راسي بما انك شجاع، ولكن الا ترى عندما تقول الوطن، انا والله لاني نحير في ناس يقولوا الوطن بما انني نعرف التاريخ. عندما تكون الارض بمالكها زعما السلطان ولا الملك لا تستطيع ان تقول الوطن لان الارض تابعه للملك. بما ان هذا الفريق اللي تقولوا الفريق الوطني المغربي لا تستطيع ان تقول وطني لان الوطن للملك. اذا انا كنشوفهم كيما ذاك الفيلم ديال غلادياتور، المحاربين دي زيسكلاف، الى ربح كيطلقوا ليه طراحوا. اذا بوسماحه حتى في السياسه وفي الامور لا تستطيع ان تقول وطن وانت عندك ملك. ان اردت ان تقول وطن يليق يكون عندك رئيس جمهوريه. اذا كان واحد يقول لك الشعب، ما هو الشعب؟ كاين فرق ما بين الشعب والرعيه. الشعب اللي عندها جمهوريه وعندها رئيس جمهوريه وينتخبون عليه وينزعوه ويديروه بالصوت ديالهم، ولكن باش تقول وطن وتقول شعب لا تستطيع لان عندك ملك، ونحن راعيه للملك، والارض ليست وطن وهي ارض الملك. اذا هذا الفريق الوطني المغربي ليس بفارق مثل الفريق الافريقيا الاخرى، ولكن انا نشوفهم جلادياتور قابضينو شاريينو بالمال ومعلمينو شي ضربه ولا جوج وطالقينو يطلقوا عليه السبع الى كلا ولا ما كلاش يعاود يمشي للتورنوا الجاي. اذا احنا مازال رانا في العصر الوسط، وهذا اللي هذه الكلمه ديال الله الوطن والملك لا نستطيع ان نقول وطن بما ان يجد ملك. واليكم الكلمه اخوتي. الله يعطيك الخير خويا جوال، اختصرتها في بزوج جملات ولا ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ بوسماحة. وعليكم السلام. راكي كاتبة عبد الحميد. السلام عليكم. لا المراقبة الوجدي. المراقبة تحياتي لك، حسبني اللي طلع عبد الحميد ما فهمت والو. معليش اسمع أنا الزوجة نتاعو. بغيت نهضر على واحد الوقائع عشتهم أنا في المغرب، أنا كمواطنة جزائرية وكمقيمة جزائرية في المغرب مدة 8 سنين ونص. غير سمحي لي الاخت واسمح لي خويا الوجدي حتى من بعدنا. انت اخ محترم، هاد اللقطه والله ما سنيتها من عندك. عبد الحميد مرحبا بك. اسمح اخويا، واش راك العزيز الغالي؟ والله ما هي مروكي الغالي، ما رحمتكم مروكي، بهدلت بروحي حتى هدرت لك مروكي باش طلعتني. وعلاه تبهدل بروحك يا اخي؟ علاه تبهدل بروحك؟ بهدلت بروحي كي هدرت مروكي.
هكذا خليتني حتى هدرت مروكي باش طلعتني، باش يا بوسماحه حياتي كومبلي وانا نقول لك طلعني ما مرحبا طلعتني. خويا، رانا في اللايف، رانا دايرين الموضوع كي نكملوا الموضوع. اسمع، نقطة الضعف هذيك اللي شفت هذيك نهدرها لك واحد قلت والله غير بوسماحه غير حتى ندير له هذه الهده باش نطلع معاه. الله يعطيك الخير، مرحبا بك خويا عبد الحميد، مرحبا بك. والله غير كاينه حاجه في قلبي، غير شوف اللايف تاعك غير كل يوم اقسم بالله، غير في اليوتيوب كيما ما نحضرش اللايف نعاودو في اليوتيوب والله غير يوميا. شوف عندي برك واحد في 2004 انا شافت عيني اللي صارت لي في المغرب، والله غير صارت لي ليا. شوف انا رحت حراك، كنت صغير شويه رحت حراك، ومن بعد كي حكمونا خلونا حكمونا في ميليا، في ميليا المخزن الكلب الفايح. على بالك بلي كي يحكمك في ميليا يحكمك الاسبانيول ما عندوش دروه يشدك، يعرفك بلي الجزيري ما عندوش دروه يشدك قانونيا. والله ما عندي كاغط، قلت له ما عندي حتى كاغط ولا غير شدني سكاره. قلت له يا اخي يا كلب، قلت له يا اخي هذا اسبانيوري علاش تشدني؟ قلت له يا اخي ما حكمنيش يعني يحكموني داخل الميليا وجابوني لهنا. منين عقبت انايا؟ قلت له منين عقبت؟ قال لي بلا، قال لي زم فمك، شوف خسر لي الهضره وعاودوا داوني للسيلونه، ومن بعد هبطونا للناظور، هذو مخزنيه، هبطونا للناظور بيتونا ليله ليمو فيها لي زافريكا بوسماحه، ليمو شوف ليمو كل ساعه يجيبوا لي زافريكا صغار بيب بين ساعه جايز يجيبوهم تما لعندنا. ليمو شوف ليمو احنا كنا في ثلاثه، كان معايا مغناوي وكاين واحد من باريكا لي زاجيريا وانايا اللي تلاقينا تما في الناظور، كانوا يجيبوا لي زافريكا. كي ليمونا كاع هبطونا الوجده، كي هبطونا بسماحه هبطونا شغل طريقه غير عاديه، شغل جابوا هذوك لي موطر تاعهم العسكر منا، شغل انا ما فهمت والو. قلت انا كيفاش هذا، علاش هذا العسكر كاع منا؟ كي حطونا الوجده احنا لي زاجيريا دخلونا للسيلون وهما داوهم لواحد الساحه. شوف 2004 كان بعد حنا سرحونا باسكو ما عندناش كوارد، جابونا الحداد المغنيه سرحونا لبلادنا. كي دخلت المغنيه غدوه من ذاك قريت في الجورنال اعدام باش 70 ولا 78 افريقي في المغرب. هذوك اللي كانوا معنا داهم كاع قتلوهم. هذه ولا صارت لي يا بوسماح. عبد الحميد الله يعطيك الخير خويا، تحيه كبيره ليك، ما بغيتش نقاطع خويا، نكملوا مع الموضوع. خوتنا الجزائريين باش ما يبقاش خاطركم منا، انا نحتاجك خويا معايا في البث. كاين بوتوت راه الصوت نتاعها يوصل وراها تطعن في الجزائر، كي يديروا موضوع ما يخرجوش من الموضوع تاعهم. العياشه، انت شت عياشي يطلع عند شوقي بن زهره، انت شت عياشي يطلع عند اسعد الشرعي، ما يطلعوش. طلع دروك اخي هاو مشي لايف تاع تمسخير، ماذا بيا انا نتمسخر على نزيد على روحي، نطلعوه هنا ورانا قصارين شيخين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خاصنا بزاف. احنا مشي تاع بروباغندا، انا على بالي احنا تاع ميدان، احنا مشي تاع تيك توك وما ننشحوش في المواقع، والحرب الإعلامية والله ما ننشحو فيها. حنايا تاع بارود، حنايا تاع نحاس. احنا باش نقدروا، علاش الدولة ما دايراش جيش إلكتروني؟ الدولة كاع ما حاطاش العين على هاد تيك توك وهاد الأخر، تصيبهم يشريو في السلاح الأس 400 الأس 500 هاد الأمور هذه. سما الإنسان راه داير هاد المحتوى هذا أضعف الإيمان باش ما يقنطوش خوتنا الجزائريين والسلام. لربما مرأة، لربما ما كاين اللي ما يقدرش يدير تيك توك، ما يقدرش يبان في المواقع، راك تبرد له قلبه وصاي. هذا ما كان. حنا تاع بارود، حنا رانا هنا كيما قال لك، خليونا لايفات، اي لايف جزائري يبان رانا نهدموه بيدينا. والله ما فهمت علاه. رجعنا الوجدي ومرت الوجدي. اختي انا كنت قادر نخلي الوجدي ونخلي الزوجه نتاعه تتكلم ونطردقوا اللايف انا مشيت هاد الصوالح. انا انسان كي يكون راجل نحترمه ونحترم العائله نتاعه ونحترم لاخته وامه